وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم الصلاة على النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم الصلاة على النبي. وخدوني معاكم صحبة، ده أنا نفسي أزور الكعبة. وخدوني معاكم صحبة، ده أنا نفسي أزور اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي من كل مكان، شرفتوني ونورتوني في فيديو النهارده يا جماعه جميل جدا جدا وكله نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه. اول حاجه بدات بقى كده، فتحت كده الشبابيك وفتحت كده البلكونه. طبعا يا جماعه الفيديو دوت في الشقه اللي فوق، الاوضه اللي هي في جنبي دي. فطبعا الاوضه دي انا واخداها اصلا، يعني العروسه اللي هتيجي بقى في الشقه ان شاء الله ملهاش دعوه بالاوضه دي خالص، بالرغم ان الاوضه ديت هي والشقه يعني واحد. بس طبعا احنا قلنا لهم بقى ايه، معلش يعني بعد اذنكم هناخد بقى الاوضه دي علشان هعين فيها حاجتي. واول ما اطلع بقى من البيت عايزين بقى تفرشوها، تجيبوا فيها بقى انتريه، تعملوها بقى قاعده بقى كده زي ما هم عايزين يعملوها براحتكم. بس بقى احنا هناخدها منكم وكفايه عليكم الشقه، وبعد ما انا اتجوز ابقوا خدوا الشقه واللي فوق واللي تحت واللي انتوا عاوزينه، لان بقى يا جماعه تحت مفيش مكان خالص ان انا اعين في اي حاجه. فاحنا اخدنا بقى الاوضه ديت هعين فيها بقى تحت السرير. طبعا زي ما انتوا شايفين كده كراتين بقى متعانه، ومتعان فيها حاجات كتيره، يعني كل حاجاتي متعانه فيها. وفي حاجات تحت برضو في الاوضه بتاعتي بس عشان هي ازاز وكده، فاحنا قلنا بدل ما نشيل ونحط خليها زي ما هي، بس اللي هيجي هيتحط فوق علشان يعني ايه الحاجه ما تتكسرش وكده. وانا كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اكسرش حاجه. واللي احنا كنا خايفين عليه قوي احنا اصلا حاطينه تحت السرير، لان في حاجات باللمسه كده بتقوم مكسوره. فطبعا بقى يا جماعه هنا انا قلت بقى ايه، هطلع كده اكنسها وهمسحها. وعايزه اقول لكم ان احنا مطلعين الفريزر بتاعنا فوق عشان لما الفرح يعني وكده والهرس وكده يعني، فتبقى كل حاجه ايه في جنب كده. فطبعا يا جماعه انا لقيت كل حاجه بقى متنطوره. انا مامتي بقى بتجهز لي من وانا في سنه 6 سنه 6 ابتدائي. فطبعا بقى ايه كان بتجيب كل حاجه كده وتحطها في جنب، تجيب حاجه وتحطها في جنب. فانا قلت هلم كل حاجه وهلمهم انا بقى بمعرفتي واحطهم انا في جنب، بدل ما كل حاجه كده متنطوره. لمتهم. وطبعا بقى ايه الحاجه اللي انا اخاف عليها قوي هحطها في جنب كده او تحت السرير او في جنب، يعني ايه محدش يعرف يوصله، لان طبعا الفرح بقى والهرس وكده وكله هيطلع، فخسارة ان حاجة تتكسر. فطبعا هنا يا جماعة ديت فوط، دول 4 لا 3 زي ما قلت لكم. بتجيب بقى مثلا ايه 3 4 علب 5 علب اي حاجة بتجيبها وتحطها في كده في جنب. فطبعا انا بحاول على قد ما اقدر ان انا الم كده كل حاجة واحطها في جنب كده لوحدها، بدل ما هما كده متلخبطين مش مفهوم لهم اي حاجة. عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا عندنا العروسه هنا بيجي حوالي 120 فوطه او 110 على حسب يعني. فطبعا بقى هنا يا جماعه زي ما انتوا شايفين كنت بحاول بقى ان انا اشيل كده واكنس بقى تحت الحاجه، وبعد ما هكنس همسح بحيث ان الاوضه كده تكون نظيفه.
صلوا بينا بقى كده على رسول عليه افضل الصلاه والسلام. واللي لسه ما حطليش اللايك يحط لي اللايك. طبعا يا جماعه عايزه اقول لكم ان الاوضه ديت حر 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 قوي 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 يعني. بالرغم ان هي فيها بلكونه وفيها شباك بس برضه حر. ليه بقى؟ لان هي قبلي ومنها للشمس عدل، فدايما تلاقوها كده حر. واول ما بنفتح الباب بتاعها نلاقي الصهد بقى مقابلنا بره. فطبعا يعني هما كده كده اصلا كانوا مسستمين نفسهم على الشقة بس، فاحنا قلنا بقى ايه، احنا هناخد منهم الأوضة دي بدل ما نكركب الدنيا تحت ومفيش اصلا مكان تحت ان احنا نعين فيه، فاحنا هناخد الأوضة دي. فعشان كده بقى انا مهتمية بيها بقى وبكنس بقى وبمسح فيها وكده. طبعا بقى يا جماعة انا استكفيت ان انا بس هكنس فيها وهمسح وخلاص وعلى كده. ما حبيتش بقى ان انا اشيل واحطه زي ما قلت لكم، لان اقل حاجه بتكسر الحاجات وكده، فانا ما حبيتش ان انا اشيل واحط كتير. انا قلت بس يا دوب هشيل العفاره اللي على السرير وعلى الحاجات ديت وهكنس كده وهمسح على الخفيف بس. ده اللي انا عملته. اللي لسه ما حطليش بقى اللايك يا جماعه ينزل بسرعه يحطلي اللايك. او بس هنا كده خلاص خلصت بقى. اتمنى بقى كده النهارده الفيديو يا حبايب قلبي يكون عجبكم وتكونوا حطيتولي لايك واشتركتوا بالقناه. والسلام عليكم.